السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي نفوس هادئة. النهاردة هنتكلم عن صفة التسامح في حياتنا. احنا في حياتنا بنقابل أشخاص كتير بيتركوا في قلبنا إما أثر جميل أو بيتركوا جرح ما بننساهوش بسهولة، ومع مرور الأيام بندرك إن سواء الأثر الجميل أو الجرح كلهم جزء من رحلتنا في الحياة، لكن الفرق دايما بيكون في طريقة التعامل مع ما يحدث. وهنا بتظهر قيمة التسامح. التسامح بيقدر يغير شكل حياتك بالكامل. التسامح مش ضعف ولا تنازل عن حق ولا نسيان لما حدث، بل التسامح قوة داخلية، قدرة انك تختار السلام بدل من المعارك، انك تختار الراحة بدل من التعب والثقة، تختار انك تمضي للأمام بدل من أن تبقى أسير للذكريات المؤلمة أو أسير للماضي. إحنا لما بنحمل قلبنا غضب أو ضيق أو حزن إحنا اللي بنتعب، بننسى إن إحنا اللي بندفع الثمن، لأن الغضب بياكل من روح الإنسان، والضغينة بتطفئ نور القلب، والذكريات المؤلمة بتسرق لحظات السعادة مننا. لكن لما بنقرر إن إحنا نسامح بنشعر كأن باب جديد انفتح في داخلنا يدخل منه ضوء الطمأنينة. التسامح مش رسالة منك للطرف الآخر، ده رسالة ليك انت، بتقولك انك تستحق حياة أهدأ، قلب نقي، روح لا تثقلها الأوجاع. التسامح بيقولك انك تعيد قلبك لقدرته على انه يحب، يثق من جديد في الآخرين، يعيش، يبتسم دون خوف من الماضي. مش كل من جرحك إنسان شرير أو سيء، ولا كل من رحل كان سيء. أحيانا الناس بتتصرف باللي يقدروا عليه في لحظتهم، بأخطائهم، بضعفهم، بتجاربهم. والتسامح ما بيبررش اللي عملوه أو الفعل اللي فعلوه، لكن بيحررنا إحنا من أثره. فسامح ليس لأنهم يستحقون، بل لأن قلبك هو اللي يستحق الراحة. سامح حتى لو كان الشخص اللي لازم تسامحه هو نفسك. نعم، أحيانا إحنا بنحتاج نسامح نفسنا أكتر من نسامح الآخرين. نسامحها على قرارات خاطئة اتخذناها، على ثقة وضعناها في غير محلها في الآخرين، على فرص ضاعت مننا. الحياة مش كلها تجارب وذكريات سيئة. امنح نفسك السلام واختار إنك تبدأ من جديد. التسامح مش هيغير الماضي، لكنه هيضمن لك مستقبل أكتر نقاء وأكتر راحة، لأنك تستحق قلب خفيف وروح مطمئنة وطريق لا يعوقه ثقل أحد. فدايما سامح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.